راح احكي لكم قصة اغلى كيس وصل البحرين يا جماعة. في يوم من الايام جاء زبون من الزبائن وقال لي اسامة خاطري بالان زي اكس تي اس 340. هذا هو جد الان زي اكس تي اتش 5 فلو اللي تشوفوه اليوم. قبل الاتش 5 فلو كان عندنا الاتش 510، قبل الاتش 510 كان عندنا الاس 340، بحيث الزجاج الجانبي ما كان زجاج اصلا، كان بلاستيك. ولا يزال الكيس كل سنتين ثلاثة يجيني المحل اقول له هذا الكيس اعرفه، يقول لي ايه تتذكر فلان عطل فلان وعطل فلان والان وصلني. تقول لي اسامة ليش غالي الكيس؟ يعني الان زي اكس تي اتش 5 فلو العادي سعره 42 43 دينار بحريني، فانت ليش راح يطلع غالي؟ خلي احكي لك يا سيدي العزيز قصة هذا الكيس العظيم. قرر الزبون انه ياخذ قطعه من امازون، واشترى القطع، خلص عجبه الكيس، شاف الكيس سعره على امازون سعر طيب، قال توكل على الله واخذ الكيس. قال لي دفعت 1 2 3 4، الرقم مو معقول، الرقم تقريبا 150 دينار اغلى من الطبيعي. ولا طلع فعلا انه مشتري الكيس من امازون، شحن الكيس يطلع غالي جدا، فدفع شحن الكيس يمكن 50 او 60 دينار بحريني غير سعر الكيس. الكيس كان سعره فوق ال 100 دينار بحريني، وهو كله على بعضه ما يسوى ثلاثينات اربعينات. فيا جماعه مو كل شيء يشترى اونلاين، اكو بعض القطع تشتريها من داخل البحرين ارخص لك واحسن لك واسرع لك. اعترف انه اكو بعض القطع اونلاين تطلع ارخص وتسوى اكثر، لكن للباور سبلايز، الكيسز، الكولرز، بعض الجي بي يوز، بعض السي بي يوز، هذه القطع اشتريها من داخل البحرين، والباقي بكيفك، اذا لقيت سعر احسن ما راح اقول لك لا.